السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، كل صحابي واخواتي وبناتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير واحسن حال. الصلصة الجميلة بقى اللي انتوا شايفينها قدامكم دي هنعملها مع بعض بقى بطريقة سهلة وبسيطة. شايفين التقل بتاعها جميلة جدا زي الجاهزة واحسن كمان، ولونها حلوة قوي زي ما انتوا شايفين كده. هنحط لها حاجتين اتنين كده واحنا شغالين ان شاء الله، هي اللي هتديك القوام بتاعها ده وهتديك اللون الجامد ده ومن غير ما تاخد وقت على النار. معايا 6 كيلو طماطم اهي غسلها كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. مش مشكلة لون الطماطم خالص، حتى لو لونها اصفر الحاجة اللي هنحطها عليها دلوقتي هتخليها حمرة جدا وهتخليها احسن من الجاهزة زي ما قلتلك. هتمسكي بقى الطماطم يا دوب تشيلي بس الحتة اللي هي فوق دي اللي هي مكان العنقود بتاع الطماطمايه، وتقطعيها اتنين كده وتحطيها. ولو الطماطم حتى صغيرة معاكي ممكن تحطيها سليمة عادي في الحلة بتاعتك اللي انت هتجهزي فيها الصلصة. هنمسك بقى كل الطماطم كل الكمية بتاعتنا نعملها بنفس الطريقة دي، نشيل الجزء بتاع العنقود ده ونقطعها اتنين كده ونحطها في الحلة بتاعتنا زي ما انت شايفة كده. حتى لو الطماطم صفرة معاكي زي ما انت شايفة كده، الحاجة اللي هنحطها دلوقتي اللي هقولك عليها دي هتخليها حمرة جدا، هو البنجر. هتجيبي بنجراية كده حلوة كبيرة ل6 كيلو زي دي وهتحطيها على الصلصة، وما تخافيش ابدا من البنجر، مش هيغير طعم الصلصة خالص، بالعكس هيديها فايدة وهيديها لون وفي نفس الوقت مفيش اي طعم خالص. انا بقالي 6 سنين بعمل الصلصة بالطريقة دي. هتمسكي بس البنجرية كده، انا غسلها كويس طبعا بس انا برضو هقشرها. لو انت عايزة تقطعيها برضو بقشرها عادي، كده كده هنصفيها، لكن انا هقشرها اهو. قطعتها فوق الطماطم بتاعتي. البنجر ده حلو جدا مفيد وفي نفس الوقت بيدي لون حلو قوي قوي زي ما قلتلك قبل كده يعني. والحاجة التانية بقى اللي هنحطها على الطماطم بتاعتنا هي بقى البطاطس. هنحط بطاطساية كده برضو وسط اهي، انا قطعتها قشرتها وغسلتها وقطعتها كده ونحطها على الطماطم برضو بتاعتنا. وبرضو ما تخافيش من البطاطس، مش هتغير طعم الصلصة نهائي، بس هتديكي قوام حلو قوي بقى للصلصة. هتشرب السوائل اللي تطلع من الصلصة مع البطاطس، هيديكي تقل حلو قوي من غير ما ترمي المية بتاعتها. ما تخافيش برضو ان الحلة مليانة كده هتهبط دلوقتي. هنحطها على النار بقى تستوي كويس جدا. وهي بقى بعد ما استوت كويس قوي والبطاطس برضو والبنجرية اللي فيها دي استوت، هي بنجرية واحدة اللي تحطيها وسط كده على 6 كيلو، وبطاطساية لو هتعملي اكتر زودي بقى البنجر والبطاطس حسب الكمية اللي بتعمليها. شايفة بقى اللون المية بتاعت الصلصة عاملة ازاي، حمرة جدا ازاي. طبعا مش هتحتاجي ترميها بالطريقة القديمة اللي كانوا بيعملوها بيحتاجوا يرموها، لا البطاطساية دي هتخليكي ما ترميش المية دي. هتجيبي بقى شفشق الخلاط طبعا بعد ما الصلصة تكون بردت قوي، الطماطم تكون بردت معاكي جدا. تجيبي بقى الشفشق الخلاط وتحطي بقى كله كده زي ما هو باللي فيه في قلب الخلاط عشان نضربه بقى مع بعض بالبنجر وبالبطاطس وكل حاجة وبالمية كمان، ما ترميش المية بتاعتها. البطاطساية بقى هتديكي بقى تقل للمية دي، تنشية كده للمية وتطلع معاكي حلوة قوي من غير ما تهدري بقى في الصلصة وترمي منها ولا مية ولا اي حاجة زي ما كنا بنعمل زمان. انا من ساعة ما عرفت الطريقة دي ما بعملش غير صلصتي غير كده، 6 سنين وانا بعمل الصلصة بالطريقة دي. خلاص كده نضربهم كويس بقى في الخلاط اهم زي ما انت شايفة كده. تضربيها كلها في الخلاط كده بالبطاطساية بالبنجر بكله زي ما انت. بصي التقل بقى مش محتاجة بقى نار كتير بعد كده. قبل كده بقى كانت بتحتاج بعد ما تعمليها نار بقى كتير عشان تتسبك، لكن كده خلاص مش تاخد معاكي وقت كتير. هتجيبي حلة بقى ومصفى وتبتدي برضو تصفيهم، مش هياخدوا معاكي وقت في التصفية ابدا، سهلة. بالمغرفة كده بقى ونقلبها زي ما انت شايفة كده لحد ما تتصفى معاكي. تفضلي بقى تقلبيها كويس كده لحد ما تصفيها كويس. وبرضو ممكن تعملي بايديكي عادي، طبعا ايدينا نضيفة وزي الفل. تصفي كده بايديكي
مش هتاخد وقت خالص معاك. وبقية الكمية اهي برضو ضربتها في الخلاط وجبتها بالمغرفة، بس نقصها شوية كده عشان نعرف نصفيها بايدينا متوقعش مننا. خلاص كده هي اتصفت زي ما انتم شايفين، ما بتطلعش حاجات كتير، حاجات بسيطة اهي، القشر والبذر كده بسيط. وخلاص كده الصلصة بتاعتنا اهي زي ما انت شايفة ما شاء الله جميلة جدا. بص التقل بقى، البطاطسية والبنجرية دول مدينها تقل كده وحلوة قوي زي ما انت شايفة كده. وبرضو زي ما قلتلك مش هيغيروا طعمها خالص. معلقتين بقى ملح كبار ومعلقتين سكر برضو كبار، دول هيعادلوا بقى الحموضة بتاعة الطماطم. السكر مع الملح هيديك طعم الصلصة الجاهزة بالظبط. وبرضو مادة حافظة للصلصة بتاعتك. خلاص كده جهزت، هنحطها على النار بقى. بس قبل ما تحطيها على النار بمنديل كده وتمسحي حروف الحلة بتاعتك، طبعا تنضفيها كويس، منديل مطبخ كده ونضفيها كويس عشان ما تتحرقش معاكي، عشان الصلصة طبعا لو غليت هتحرق لك اي حاجة كده، نقط ولا حاجة على الحروف تحرق معاكي، فنضفيها كده بمنديل مطبخ. خلاص كده وحطيناها على النار اهي، وبدأت تغلي ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، وتقلت اكتر. بس انا هسيبها 10 دقايق بقى بالظبط كده على النار، وبعد ما تبرد بقى خالص هنبدأ نعبيها مع بعض. وادي صلصتنا اهي بعد ما بردت، قعدت 10 دقايق على النار بالظبط، مش اكتر من 10 دقايق وبردت خالص. مش هقول لكم بقى عامله ازاي، بص التقل عامل ازاي، انتوا هتشوفوا بنفسكم. بصوا تقيله جدا جدا زي الصلصه الجاهزه واحسن كمان، وكفايه نظافتها بقى وعاملاها بايديكي. بص ما شاء الله تقيله جدا ازاي، حلوه قوي. هتوفر معاكي بقى بعد كده وانت بتعملي اي طبخه ولا اي حاجه، هتبقى سهله معاكي. خلاص كده يعتبر متسبكه وجاهزه. اعملي بقى الصلصه دي بالطريقه دي، حلوة قوي، وهتسهل معاكي كل حاجة، هتسهل معاكي الطبخ وهتسهل معاكي كل حاجة. هنبدأ بقى نعبيها. تجيب اي حاجة كده، انا جبت المج ده والاكياس بتاعتنا اهي، دخلي الكيس كده جوه المج عشان بس ما تبهدليش الدنيا وانت بتعبي، ده هيسهل معاكي. وتبدأي بقى ايه، تحطي في الكيس كده على قد الكمية اللي انت محتاجاها، على قد كل طبخة هتطبخيها حطي بقى براحتك انت حسب ما انت عايزة قد ايه، بالطريقة دي كده. بعد كده بقى تشيلي الكيس من الحاجة اللي انت بتعبي فيها، المج اللي انت بتعبي فيها او اي حاجة مثلا عندك، وتطلعي الهواء منه وتربطيه بقى من فوق خالص كده، ما مش من تحت يعني، علشان تعرفي تبططيه وتحطيه في الفريزر ما ياخدش معاكي مساحة، زي ما انت شايفة بالطريقة دي كده. شيله كده عشان نكمل برضو بقية الكمية مع بعض. هنجيب برضو كيس نحطه بنفس الطريقة في قلب الكوباية او المج اللي انت عاملاه اللي انت محضراه، وتعبي برضو بنفس الطريقة دي. عبي بقى الكمية اللي انت محتاجاها. بتحتاجي كتير في الطبخة، حطي بقى الكيس، عايزة اكياس اكبر من كده برضو هاتي اكياس كبيرة وحطيها برضو في حاجة كبيرة وعبيها بنفس الطريقة دي. تمسكي برضو الكيس كده تفرغي منه الهواء، تفرغي الهواء خالص كده. انا عايزة اوريكم بس عشان يبقى قدامكم كل حاجة. تفرغي الهواء كويس، تمسكي من تحت كده وتفرغي الهواء كويس زي ما انت شايفة كده، وتربطي الكيس بقى من فوق عشان برضو تعرفي ترصيهم فوق بعض في الفريزر ما ياخدوش معاكي مساحة. ونعبي بقى بقية الكمية بتاعتنا بنفس الطريقة. استغلي بقى دايما الطماطم الايام دي سعرها حلو اهي، دايما لما يبقى سعرها كويس كده استغلي الوقت وهاتي بقى طماطم واعمليها بنفس الطريقة دي، هتسهل معاكي جدا. اول حاجة ان انت هتبقى سهل معاكي الطبخ، ما تحتاجي تطبخي اي حاجة هتجيبيها بقى، طلعي الكيس كده يبقى سهل معاكي، مش هياخد وقت في التسبيك وهتخلصي الطبخة بسرعة. وتاني حاجة برضو لو الطماطم غليت في اي وقت هيبقى عندك دايما صلصتك في التلاجة، فدايما بقى استغلي الوقت وهاتي بقى طماطم
واعملي بقى الصلصة بالطريقة دي، وهاتي الكمية اللي انت عايزاها. انا وريتكم بس الطريقة، وانت هاتي بقى الكمية اللي انت عايزاها واعمليها، وترصيهم بقى بالشكل ده فوق بعض كده في قلب الفريزر، مش هياخدوا معاكي مساحة خالص. لو حد بقى من حبايبي لسه بيشوفني لاول مرة ومشتركش في قناتي، يا ريت يشترك بقى ويدعمني بلايك وسبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان توصل لكم وصفاتي اول باول، واشوفكم على خير.